يعني انا يا عزيزي الاهلاوي لو قعدت اقول لك انا فضلت فرحان قد ايه ولحد دلوقتي انا لسه فرحان. ايوه الخبر كان امبارح، لسه لحد دلوقتي الان فرحان. لسه لحد دلوقتي انا عمال اقلب في الفيسبوك، اشوف الفيديوهات، اشوف التعليقات، اشوف الاغاني والحاجات اللي معموله عليه، فاللي هو يعني الواحد فعلا مبسوط وفرحان و... وتقريبا ده اهم صفقه. تقريبا ده اهم صفقه الاهلي عاملها حاليا وفي الميركاتو دوت. فانا جاي لك في الكلام وانت اكيد طبعا عارف انا اقصد ايه وعارف كل حاجه، وكده انت فرحان زيك واكتر كمان. بس قبل ما نقول اي حاجه لازم طبعا ندعي لاخواتنا في سوريا وفلسطين ونصلي على النبي، وتدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عزيزي الاهلاوي انت عارف انا اقصد ايه وعارف انا فرحان ليه وانت فرحان ليه وهو فرحان ليه وده فرحان ليه. علي معلول رسميا هيتقيد في النادي الاهلي. ايوه الخبر كان امبارح، انا جاي لك متاخر بس عم بصور الفيديو واظبطه واعمل له اديت ومش عارف ايه وحاجات من دي يعني. علي معلول رسميا خلاص هيتقيد مع النادي الاهلي لمده الست شهور الجايين. وعلي معلول قال انا قاعد الست شهور دول وباذن الله مكمل مع النادي الاهلي، وتقريبا هيجدد كمان سنتين مع النادي الاهلي. فاللي هو ايه عايز احسن من كده؟ يعني انت يا اهلاوي يا كئيب يا بائس، انت عايز احسن من كده؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، ولا عاد بقى ولا في صفقه اجنبيه هتيجي ولا اي حاجه. اهم حاجه بقاء علي معلول. طبعا انت الوقت انت مش بتجدد لعلي معلول بس، انت بتجدد للمستقبل. المستقبل بعد كده مثلا اي لاعب لما يجي لك يعرف ان انت قدرت واحد اجنبي او او اي لاعب قدرته، هيعرف بعد كده لا انا فعلا النادي ده لما اضحي عشانه هتقدر بعدين. مش اللي هو هيبيعوني او هيرموني، لا انا لما اضحي عشان النادي دوت هتقدر بعدين. فده فعلا كان رد صريح من الاداره. انت ضحيت كتير عشان النادي الاهلي، فاحنا هنقدرك اهوت. ايوه حصل فتره لبخ وفتره مناوشات وعلي معلول مش عارف ايه وعلي معلول ماشي ومش عارف ايه، بس اهم حاجه انت قعدت وهتقعد وهتلبس تيشيرت النادي الاهلي تاني، وان شاء الله تلبس شرط القياده. فده اهم حاجه. فهل بقى علي معلول هيجدد 6 شهور ويمضي مع النادي الاهلي سنتين ويلعبهم مع النادي الاهلي، ولا السنتين دول مثلا في فتره منهم هيطلع اعاره مثلا يروح الخليج يعمل له قرشين حلوين ويرجع يعتزل على النادي الاهلي؟ الله اعلم. بس اهم حاجه ان علي معلول خلاص اتأيد وعلي معلول قاعد معانا. علي معلول اسطوره، والله ده اسطوره. ده المثال الحي للاسطوره. ده ابسط حاجه. انا ما حضرتش ابو تريكه، حضرت ابو تريكه في اخر فتراته. يعني ايوه انا بحب ابو تريكه ومفيش حد يختلف على ابو تريكه، سواء اهلاوي زملكاوي مصري عربي محدش يختلف على ابو تريكه. بس انا في اخر فترات ابو تريكه اخر سنتين ثلاثه ده اللي انا حضرتهم، ما حضرتش قبل كده. ايوه انا بحب ابو تريكه بس ما شفتش مسيرته كلها، شفتها بعد كده في الاعداد بقى، حد حكالي حد قال لي. بس انا شفت مسيره معلول، حضرت معلول من الاول، حضرت معلول من البدايه، حضرت معلول من ساعه لما تقريبا كان في ماتش انبي تسبب في خطأ، وخطأ ده كان هيجي جون هو ما جاش جون، وكان واقف جنب العارضه في ركنيه، فهو تحس اللي هو هيدمع عشان الغلط ده كان ممكن تيجي جون. فانا حضرت معلول من البدايه، حضرت اسيست نهائي القرن، حضرت اسيست الوداد، حضرت ماتش سان داونز 2-2، حضرت ماتش سان داونز هناك اللي هو جاب في جون تقريبا الماتش خلص 1-1. حضرت حاجات كتير، حضرت فترات كتير لعلي معلول، حضرت ماتش الزمالك 5-3 اللي معلول جاب فيه جونين، حاجات كتير لعلي معلول. فانا حضرت كل دوت. فانت اسطوره، ما حدش يختلف على كده. مفهوم الاسطوره ايه؟ الاسطوره اللي بتضحي علشان النادي، الاسطوره اللي بتقاتل عشان النادي، اللي بتحب الجمهور، اللي الجمهور بيعشقها، اللي ما بتعملش اي مشاكل. حاجات كتير حاجات كتير، اللي عملت انجازات، اللي عملت بطولات، اللي اسمها دايما مرتبط بحاجه حلوه للنادي الاهلي اللي هو بقى على الجمهور واللي الجمهور بيحبه. فده المفهوم الاسطوره. فعلي معلول قدم وتنازل على كل ده، اللي ضحى عشان الكيان كتير ده علي معلول، ده علي معلول. فهو فعلا اسطوره. وانت باذن الله بعد ما تعتزل من الكوره عامه، اكيد انت كادر رياضي في النادي الاهلي. ده حاجه مفروغ منها جدا يعني. ومبروك على جمهور النادي الاهلي، ومبروك على النادي الاهلي، ومبروك على علي معلول اللي هو هيفضل في النادي الاهلي. ايوه زي ما علي معلول عمل انجازات مع النادي الاهلي وضحى بحاجات كتير علشان النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا عمل اسم علي معلول، والنادي الاهلي ادى لمعلول حاجات كتير. وطبعا الكابتن محمود الخطيب، انا كنت طلعت في فيديو قبل كده وقلت ان هي الاداره مش عايزه علي معلول ليه، عايزه تمشيه ليه. لا فعلا كابتن محمود الخطيب مجدد لعلي معلول اول لما اتصاب عقده بالرقم اللي هو كان علي معلول طالبه.
وهو اللي فضل مصر ان علي معلول يكمل مع النادي الاهلي، وان علي معلول يفضل في النادي الاهلي. طبعا الاداره وكابتن محمود الخطيب شكرا ليهم، وان شاء الله ان شاء الله علي معلول هيرجع احسن من الاول. وهو قالها باذن الله، انتوا هتشوفوا مع علي معلول اللي انتوا شفتوه قبل كده وباذن الله واحسن. فعلي معلول انت اهلاوي، احنا بنحبك. وده حاجه في نقطه، اخر نقطه ممكن اتكلم فيها، ده مثال لاكرم توفيق ورمضان صبحي. اكرم توفيق اللي من ساعه لما جاله عرض من النادي القطري خلاص قال لك انا شكرا، انا ما انتش عايز العب. ف فده مثال، ده مثال يا اكرم، ده مثال ان احنا كنا فعلا حاسين ان انت بتحب النادي وان انت بتحب الجمهور. فجاه بسبب الفلوس كل ده راح، كل ده اختفى. ورمضان صبحي نفس الكلام برضه. فده مثال ليهم ان علي معلول شوف النادي الاهلي بيقدر قد ايه، هو تنازل عن حاجات كتير عشان النادي الاهلي، فده تقديره ودوت المكانه اللي هو الطبيعي اللي لازم يبقى فيها. بس كده عزيزي الاهلاوي، ده كان فيديو على السريع في حب علي معلول، ومبروك علينا علي معلول، مبروك على علي معلول النادي الاهلي. بس كده عزيزي الاهلاوي، اتمنى تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. السلام عليكم.